بتواصل الفنانة الجميلة يسرا تصوير فيلمها الجديد جيم اوفر مع الفنانة الشابة مي عز الدين في أواخر الأسبوع المقبل. والمخرج أحمد البدري بيقول بعد الانتهاء من عمليات التصوير هيدخل الفيلم في عمليات المكساج والمونتاج. الفيلم ده من تأليف محمد الكشوتي ومن بطولة يسرا، مي عز الدين، عزة أبو عوف، وأحمد السعداني. مشاهدينا الأعزاء، رحلت عن عالمنا هذه الأيام الفنانة القديرة المتألقة والكبيرة واللي هتظل دائما موجودة في أذهاننا وفي قلوبنا جميعا، الفنانة القديرة خيرية أحمد، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد مشوار فني طويل حافل بكل الأعمال الرائعة اللي هتظل موجودة في وجداننا يعني على مر الوقت وعلى مر السنين. الفنانة خيرية أحمد كانت عضوة في فرقة ساعة لقلبك، وبرعت في تقديم هذا المسلسل الإذاعي واللي قدم وترجم للشاشة التلفزيونية من خلال عمل كوميدي كان مصور بالجرافيك وعرض على نايل كوميدي. وكمان قدمت العديد من المسلسلات الرائعة زي حدائق الشيطان، زي ساكن قصادي، سوق الخضار، وغيرها من الأعمال. وبرعت في أدوارها السينمائية، بنذكر ليها طبعا الفانوس السحري مع الفنان القدير إسماعيل ياسين. طبعا رحم الله الفنانة خيرية أحمد، واعتقد ان الزمان لن يجود بمثلها ابدا طبعا على المستوى الفني والاجتماعي. مشاهدينا، وكده وقت حلقتنا يكون خلص مع حضراتكم. شرفنا كثيرا بلقائنا بيكم، نتمنى كمان نكون اسعدناكم. انتظرونا في حلقة قادمة من فلاش مع اخبار كتيرة جدا وتقارير اكثر تجددا. باي باي.